السلام عليكم ورحمة الله، إزيكم حبيباتي عاملين إيه؟ وحشتوني من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهارده إن شاء الله بإذن الله هيبقى فيديو كده تنضيف للreception عندي. نبدأ كده الأول بدعائنا: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. دعايا كده قوليها طول ما أنتِ شغالة في البيت، بحيث إن ربنا يديكِ القوة والصحة إن أنتِ تقدري تخلصي كل شغل بيتِك كله. بُصّوا يا بنات، أنا هنا إيه، قُلت هاعمل الreception كُلّه الأول. أنا هاشيل كل حاجة أنا عايزة أغسلها، عقبال ما تتغسل وتنشف تكون أنا خلّصت التنضيف عندي. أنا شِلت كده الكفرات بتاعة الcover بتاع الأنتريه، ونزّلت الستاير. بُصّوا يا بنات، أنا نزّلت الخفيفة بس، التقيلة ما نزّلتهاش للأمانة. أنا قُلت أنا كده هانزّلهم تاني على العيد، فهاغسل بقى كُلّه مرّة واحدة على العيد إن شاء الله بإذن الله. أنا ما بُصّوا، حد يقول لي إحنا كده نضّفنا قبل رمضان، أنا يا بنات لازم ما باقتنعش غير لمّا باعمل تنضيفة العيد. أي نعم مش بتبقى هادة زي قبل رمضان، بس على الأقل في حاجات كده لازم تتعمل. يعني مثلًا الحوضات ديّة أنا باغسلها على طول. أنا اللي أنا باكنسها دلوقتي ديّة يا بنات أنا كنت غاسلاها لسه قريب، فهي نضيفة لسه، هي بس يعني شوية كده إيه، هالمّعها بس كده أدّيها وِش تلميع، إنّما الاتنين التانيين اللي موجودين عندي أنا غسلتهم فعليًا. وهنشوف دلوقتي ده مع بعض في الفيديو إن شاء الله. إنما الستاير أنا لازم بانزّلها، فعشان كده الستاير الخفيفة دي تقريبًا أنا باغسلها كل شهر، اللي هي البيضة الخفيفة التُّل دي، أنا بتتغسل معايا كل شهر تقريبًا. إنما التقيلة ديّة مثلًا على مثلًا إجازة نُص السنة، على إجازة آخر السنة، على الأعياد، مش كل شهر يعني بانزّلها. بالنسبة للحافظة اللي هي الفاتحة اللي أنتم شُفتوها معايا ديّة، هي نضيفة يا بنات، أنا كنت لسه غاسلاها قريب، بس هي إيه، هي مش عليها دهس كتير، بس أنتِ عارفة اللي هو تحسّي إن هي يعني إيه، مش بتلمع كده. فأنا قُلت هادّيها وِش تلميع كده، جِبت الكلور وجِبت الأوكسجel، حطيت منه شوية صغيّرين. أنا مش عايزة أعمل رغوة كتيرة، أنا عايزة بس أدّيها تلميعة من غير ما أحُط مَيّة كتير عليها. لمّعتها وهاشيلها وهي لسه على الأرض، أنا بس كنستها ونضّفتها ولمّعتها وهاشيلها بقى أحطها على سور البلكونة عشان تنشف، عقبال ما أنا أغسل بقى إيه الحافظات ال2 تانيين اللي معايا، وبرضه باسيبهم يتصفّوا وأطلع أنشّرهم. الحلو في الحافظات دي اللي هي بديل السجاد دي يا بنات، إن هي بتنشف بسرعة وبتنضف كمان بسرعة. طيب أنا في طبيعة التنضيف بتاعي أنا باشتغل من فوق لتحت. يعني إيه، يعني مثلًا بازعّق في السقف الأول وبعد كده باجيب الشبابيك معايا، أي عفور على الشبابيك كده باشيله بالفوطة، مش بانفّضه لإن التنفيض هيطلّع لِك العفار بتاعِك على الفرش اللي موجود عندِك جوّه. إنما أي عفار موجود أنا باشيله عارفين الفوط اللي هي عاملة زي الأسفنج دي يا بنات؟ هي ديّة الفوط اللي أنا باستخدمها في حكاية العفار دي بالذات. بعد كده بانفّض بقى الفرش، أي حاجة عندي في الأساس عايزة تلميع بالمّعها، برواز، ترابيزة، رخامة، أي تُحَف، أي حاجة، أي شجر، أنا بادّي له إيه كده تلميعة على السريع. هنا أنا كنت لمّعت التابلوه اللي هو المحطوط دوّة، وبابدأ بقى كده ألمّع كل الحاجات الخشب اللي موجودة وظاهرة عندي. أنا عندي الخشب دوّة في الصالون بس، إنما الأنتريه مش فيه خشب ظاهر يعني. ده من الحاجات اللي بتسهّل عليّا. تزيين البيت يا بنات لاستقبال رمضان دوّة حاجة جميلة جدًا، حاجة من الشعائر أساسًا إن أنتِ بتعظّمي شهر رمضان. وبعدين ده يعني الجنة تتزين من العام للعام بقدوم شهر رمضان. فإحنا يا بنات مش هنزيّن بيوتنا؟ بيدّيه البيت بهجة وبيدّيه فرحة، وتعلّمي أولادِك إن هم يحتفلوا بشعائر الإسلام، إزاي يبيّنوا فرحتهم بقدوم شهر الخير، شهر البركة، شهر التسامح، شهر الوِد. فديّة حاجة حلوة جدًا إن أنتِ كمان تعلّميهم أو تزرعي فيهم حُب شهر رمضان. بُصّوا يا بنات، أنا هنا كنت مسحت الأرضية، كنت خلاص خلّصت كل حاجة ومسحت الأرض عندي. بس أنا بعد ما بامسح باحب أحط كده كام نقطة من المُعطِّر دوّة على الملمّعة ديّة، بامشّي بيها وهو مركّز كده مش باخفّفه. يعني أنا باحط شوية في المَيّة، بس بعد ما باخلّص برضه خالص بتدّي بقى إيه، ريحة كده ثابتة للمكان، وبتدّي ريحة حلوة أوي وعطرة أوي للمكان، تحسّسِك فعلًا إن أنتِ البيت عندِك نضيف. أنا باحب فريدة اللي هو بريحة النضافة دوّة، بجد ريحته تحفة، تحفة يا بنات. اللي مش جرّبته تجرّبوا هتلاقيها إن شاء الله بإذن الله الريحة هتعجبِك جدًا، بتحسسِك فعلًا إن البيت عندِك نضيف. بالملمّعة كده أنا حطيت شوية من المُعطِّر المُركّز من غير ما يكون مخففاه ولا حاجة، وهاعيد كده على الأماكن بحيث إن ريحة المُعطِّر تلزق معايا في الأرضية.
تبقى ثابتة معايا في الأرضية. هابدأ ألمّع كُلّه كده وابدأ بعد كده بقى إيه، أفرش جزء، جزء، يعني مش هافرشها كلّها مرّة واحدة، باخدها ده كده النضافة كده كلّه نضيف، أبدأ بقى أفرش جزئية، جزئية. بُصّوا بالنسبة للمواسير يا بنات الstainless دي الأول، اللي عندها المواسير الstainless ديّة أنا كنت وريتها لِك في أول فيديو كانت شكلها فيها نُقط كده بُني مصدية شوية. كل مرّة تنزّلي فيها الستاير اغسليها بالإسبونشة اللي هي عاملة زي السلك ديّة وصابون المواعين، ونشّفيها كويس جدًا هترجع معاكِ دايمًا جديدة وبتلمع وبتبقى كأنها stainless جديد، بس المهم إن أنتِ تنشّفيها كويس جدًا بعد ما تغسليها. علّقت الستاير بتاعتي وحطيت المفارش، هابدأ بقى إيه، الشجر اللي عندي بادّي له تلميعة كده، هو نضيف بس أنتم عارفين إن إحنا عندنا التراب بيلزق على أقل حاجة، وخاصةً إن إحنا اليومين اللي فاتوا دول كان عندنا الجو يعني في المدينة اللي أنا فيها أصفر بمعنى الكلمة. يعني أنا الجو برّه كان صعب، كمية تراب وعفار كانت رهيبة يا بنات. إحنا عارفين إن إحنا كل سنة وأنتم طيبين بقى داخلين على الرياح الخماسين، والفترة الجاية كلّها هتبقى عفار وهوا وتراب، فيعني الله المستعان وربنا يعين اللي هم عندهم جيوب أنفية، ربنا الله يكون في عونهم بصراحة. أنا بجد باشفق عليهم، لإن تعبها مؤلم بصراحة. المهم نرجع للتنضيف بتاعنا، هابدأ كده إن أنضف الزرع بتاعي وأبدأ الحاجات اللي أنا هاحطها بُصّوا يا بنات، الفرع ده كان بالنسبة عندي كان أنا مش شارياه، هو كان عندي في لعبة من اللعب بتاعة بنتي، اللعبة كانت بالونة كبيرة، عبارة عن بالونة كبيرة وملفوف حواليها السلك دوّة، فالبالونة يعني هوِّت والهوا اللي فيها طلع وباظت وخلاص، قُلت لأ خلّيك أنا هاستفاد بيك، أنا باحب أعمل الحاجة اللي أنا هاستفاد بيها فعلًا، باحب أخلّيها عندي أعمل لها إعادة تدوير كده، أستخدمها أعمل لها إعادة استخدام. بُص أنا قُلت إيه، أنا هالِفّه هو شغال بالحجارة، أنا هالِفّه كده على الشجرة، هو بيبقى ثابت ليه 3 درجات، يعني ثابت أو ينوّر بطيء وينوّر ويطفي بطيء، أو يبقى زي ما هو شغال دلوقتي زي ما أنتم شايفينه إيه، بسرعة يعني، بينوّر ويطفي بسرعة. فأنا إيه، لفّيته كده على الشجرة اللي عندي، وقُلت هيدّيه برضه إيه، منظر كده ونور شكله هيدّي شكل حلو في إيه، في رمضان. هابدأ بقى كده أفرش الأرضية عندي، بحيث إن أنا إيه، يبقى كده أجيب ترابيزة الصالون وأبدأ بقى أحط المفارش والكُشَن ومفرش ال آمم ال اللهم صل على سيدنا محمد، مفرش ترابيزة التلفزيون. بُصّوا يا بنات دي المفارش اللي إحنا عملناها اللي أنا عملتها وأنتم شفتوها معايا في المشتريات. نبدأ بقى يا بنات نفرش المفارش كده بتاعتنا بجد من اللحظات الجميلة اللي أنا باحبها جدًا، وهي اللحظات بتاعة الfinish بقى والشكل النهائي للفرش بتاعِك. هابدأ بقى أحُط المفارش بتاعتي أحُط الcushion كمان عشان خاطر نشوف الشكل في النهاية بيبقى عامل إيه أو بيبقى شكله إيه. أنا من الناس اللي باحب اللمسات الأخيرة بجد، باداني كل شوية رايحة جاية أتفرّج على الحاجة اللي أنا عملتها. مين منكم بقى زيي بنات بتدانها برضه كده بعد ما بتخلّص الجزء اللي بتخلّصه بتدانها تتفرّج عليه؟ هابدأ هنا بقى زي ما أنتم شايفين هاحط أنا كده فرشت المفرش، هاحط بقى الكُشَن اللي إحنا عاملينها جديد، أنا متأكدة إن هي هتغيّر المكان عندي بالنسبة لي وهتدّي له برضه إيه، روح. بُصّوا يا بنات أنا في الزينة عندي مش باحب تكون حاجة over أو يعني ملخبطة كده في بعضها، باحب أعمل تناسق كده لكل جزء، حتى لو مثلًا هيبقى في جزء مختلف عن جزء، بس يبقى كل جزئية ليها لمساتها كده الخاصة وليها الطابع بتاعها اللي متماشي مع بعضه. مش باحب مش يعني البهرجة الكتيرة والديكورات الكتيرة أنا مش باحبها بصراحة. أنا باحب الحاجة تكون بسيطة وتكون هادية كده وتكون إيه، راقية شوية. أنا يمكن السنة دي أنا ما جِبتش أي حاجة جديدة في الزينة غير هو طقم المفرش ده، اللي هو متر القماش دوّة يعتبر هو اللي أنا بس اللي جِبته، يعني اللي أنا عملت منه 2 كُشَن والمفرش فقط لا غير، إنما باقي الزينة كلّها أنا عندي من السنة اللي فاتت. الفانوس في فانوس على فكرة يا بنات خيامية كان عندي مش من السنة اللي فاتت بقى له يمكن من أول ما اتجوّزت، يعني مثلًا قولي بقى له بتاع 15، 16 سَنة معايا، و أنا بس كنت من قيمة سنتين 3 غيّرت له القماش بتاعته، الأول كنت عاملاها بقماشة تُل كان لونها دهبي، وبعدين غيّرته وعملته بخيامية، والسنة اللي فاتت برضه عملت تجديد تاني فيه كده كنت شِلت خيامية وحطيت فيه جزء من المفارش اللي هي بتبقى الشباكة ديّة، هتشوفوه معايا كده في آخر الفيديو وأنا حاطاه كده في corner في البيت. هابدأ بقى أحط كده المفارش اللي معايا
و أحط كمان المفرش بتاع الشاشة، ويبقى أنا كده الجزء بتاع الصالون ده كده عندي خلاص خلص ونضيف وبقى زي الفل. زي ما أنتم شايفين يا بنات، أنا هنا دلوقتي باحط المفرش بتاع الشاشة عشان يبقى كده الجزء ده كده خلص خالص معايا، ومش هاعمل فيه حاجة تانية بصراحة، كده كل الزينة اتحطت وهاوريكم المنظر في الشكل النهائي. بُصّوا، أنا باحب البيت عندي يا بنات بزينة رمضان، حتى أنا عندي البنات بيبقوا يا ماما هتحطي هتعلقي الزينة إمتى، يا ماما هتحطي الزينة إمتى، يا ماما هنفرش الزينة إمتى، هُم بيبقوا متحمسين كمان عندي إن إحنا نشوف البيت بعد الشكل النهائي لمّا نخلّص الزينة كلّها. هافرّجكم إن شاء الله بإذن الله، هنطفّي بقى الأنوار كلّها ونبقى نشغّل الزينة كده بس معانا ونشوف الشكل النهائي ليها هيبقى عامل إزاي. بُصّوا يا بنات، ده مصحف يا بنات التهجد، بجد من الحاجات اللي أنا باحبها جدًا يعني. آدي ده كده بُصّوا الزينة أهي، شكلها بجد تحفة، عايزاكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، إيه رأيكم في الزينة والdecoration اللي هو الهادي البسيط ده، بجد يعني محسسني كده يعني جوزي دخل بيقول خلاص هو يعني خلاص الليلة دي أول يوم رمضان لمّا شاف الزينة ومتعلقة والأجواء وكده، فيعني بجد من الحاجات الجميلة اللي إحنا بنستناها من السنة للسنة. ده كده شكل المكان عندي وهو نضيف وريحة النضافة فايحة فيه وفي كل مكان، والحاجة عندي نضيفة وزي الفل يا بنات. نبدأ بقى نطلع على الصالة برّه نكمّل فرش الصالة. أنا هنا عندي في الصالة موجود عندي الأنتريه وموجود عندي السفرة، برضه هاخد جزئية، جزئية. هاكمّل أول فرش الأنتريه وأحط الزينة اللي هتحط فيها وبعد كده هنشوف السفرة. بُصّوا يا بنات، أنا باحب هنا أحُط الcover بتاع اللي هي المفارش اللي هي عاملة زي البيضات ديّة بتاعة الأنتريه، بجد بتحافظ عليها مثلًا البنات والّا الأولاد عندِك قاعدين بياكلوا حاجة أو وقّعوا حاجة غصبٍ عنّهم، يبقى على الأقل ما الحاجة مش الأنتريه هو اللي بيتبهدل، يعني الحاجات دي أنتِ بتشيليها وبتغسليها وبتنضّفيها وترجعي تفرشيها تاني، ودلوقتي الحاجات اللي طالعة جديدة ومنتشرة في منتهى الشياكة ومنتهى الجمال. هابدأ بقى كده أحُط الكُشَن ألبّس كده الكفرات بتاعة الكُشَن و بُصّوا أنا حطيت هنا على الكرسي، أنا في النهاية هتلاقوهم محطوطين على الترابيزة اللي على الترابيزة، على الكنبة الصغيرة يا بنات. هابدأ بقى خلّصت كل فرش كل ال 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 آمم ال الأنتريه، هابدأ أفرش الأرضية كده كان فاضل معايا بس الكنبة الكبيرة اللي أنا كنت عايزة أفرشها، كنت مستنية أنزّل بس الترابيزة من عليها علشان خاطر أعرف أفرشها براحتي. هنا خلّصت كده آخر حاجة في الأنتريه، إن أنا هاحط المفارش بتاعته، ونبدأ بعد كده بقى إيه، التزيين وتعليق الزينة وستارة الهلال والنجمة بتاعة رمضان إن شاء الله بإذن الله يا بنات. رمضان يا بنات مش شهر بس صيام فقط لا غير، لأ ده شهر فرحة ونور ولمّة حلوة في البيوت كلّها، عشان كده إحنا بنحب نستقبله بتزيين بيتنا ونملاه أجواء كده روحانية جميلة، تفرّح الصغيّرين والكبار. يالّا بينا نزيّن بقى كل واحدة كده تزيّن بيتها باللي متوفّر عندها، هو مش معنى إن أنتِ تزيّني بيتِك إن أنتِ تروحي تكلّفي نَفْسِك فوق طاقتها خالص إطلاقًا والله يا بنات، بكل حاجة ولو كل سَنة جبتِ لِك حاجة واحدة بس من الزينة هتلاقي على مدار ال3، 4 سنين عندِك شوية حاجات من زينة رمضان حلوة جدًا. أجمل حاجة في رمضان إن إحنا بنحس فعلًا بالدفا وبالراحة وسط أهلنا، وتزيين البيت دوّة بيخلّي الأجواء أحلى وأحلى كمان، وبيخلّي كل يوم في الشهر ليه طابعه، ليه ميزته، فزيّني البيوت و و و و وانشروا البهجة كده في بيوتكم وأولادكم وأزواجكم وللعيلة الصغيرة بتاعتكم. رمضان شهر الرحمة وشهر البركة وشهر بتتجمّع فيه العيلة ويتملي البيت نور وسعادة يا رب يدخلوا علينا بالخير واليمن والبركات ونعيش أيامه في طاعة وفرحة مع كل اللي بنحبهم اللهم آمين. هنا يا بنات كنت خلاص خلّصت ودوّة المنظر الأخير الزينة بتاعتي أو الديكور بتاع رمضان عندي. أنا في الصالة عندي باحُط خيامية بس مش كتير، يعني أنا مش عايزة كل حاجة يبقى لونها أحمر في أحمر، باحُط كده حاجات لطيفة وظريفة وخفيفة يعني هم يعني المبهجين أوي، الأحمر بتاعهم يعني فاقع أوي، اللي هو مفرش السفرة والمفرش والرنر بتاع البار، إنما بقية الحاجة يعني إيه، كويسة يعني مقبولة مش فيها إزعاج مش فيها إزعاج كتير يعني. تمام، ده كده كان خلاص بيبقى عندي الreception خلاص جاهز ل لاستقبال رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا بنات. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، مش تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب للقناة لو أنتِ أول مرّة تشوفيني، آمم
ومش تنسيني من تعليق حلو زي كده تحت الفيديو. لحد هنا خلص الفيديو، بس قبل ما أقفل في حاجة عايزة أوريها لكم في الديكور، وهو نجمة، النجمة الفضي يا بنات، أنا عاملة لكم بيها فيديو لو الحد حابب يعملها إن شاء الله بإذن الله هتنزل لكم. هاحاول أنزّلها لكم يعني النهارده برضه بس بالليل. لحد هنا كده خلص الفيديو بتاعي. بُصّوا أهي قبل ما أقفل أدي النجمة اللي قُلت لكم عليها ديّة يا بنات، أنا اللي عاملاها بنفسي. الجزء دوّة أنا عاملاه handmade يعني شغل إيدي. لحد هنا خلص الفيديو، أشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.